والله الواحد ما عارف يبدا منين من الحر ده اقسم بالله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي الكتيبه، ويلا بينا نبدا حلقه جديده. حلقه النهارده جايين نتكلم فيها في كل الاخبار الرياضيه، وقلتها لك وهقولها لك تاني وتالت ورابع. انت لو مش متابعني فايتك كتير قوي خالص، لان انا النهارده جايب لك بعض الاخبار اللي طلعت على الساحه اللي انا لك من يومين 3 4 5 6. فالنهارده كابتن احمد شوبير بيعلن رسميا ان النادي الاهلي قريب من ان هو يخلص زين الدين بالعيد ويوسف ايمن لاعب الدحيل. وانا قلت لك من فتره طويله للاهلي خلاص بنسبه فوق ال 99% خلص مع زين الدين بالعيد، وكمان خلص مع يوسف ايمن. هقول لك بصراحه، بص يا سيدي وركز معايا وفتح دماغك عشان ما حدش يكذب عليك، لان في اكتر من حد طالع يتكلم ويلم ريتش ويلم فيديوهات ويلم مشاهدات وخلاص. لكن تعالى النهارده اقول لك على كل حاجه. الاهلي كان او بص عشان نبقى صراحه، الاهلي الزمالك اي فريق دلوقتي بيفاوض من بعيد لبعيد عشان خاطر دلوقتي الدوري لسه مكمل، وما ينفعش اخبار انتقال لاي لاعب دلوقتي لان الدوري لسه مكمل في مصر، عشان اللعيبه اللي ماشيه ما يحصلش منها مشاكل او ما تاديش في الملعب لان الدوري لسه طول زي ما قلت لك. لكن النهارده انا جاي لك على التفاصيل الرسميه للعقود النادي الاهلي مع اللعيبه اللي جايه في الطريق. النهارده زين الدين بالعيد الاهلي خلص معاه بنسبه 99%. هقول لك ازاي يا سيدي. الاهلي استقر خلاص انه يكسر الشرط الجزائي اللي موجود في عقد زين الدين بالعيد، لان الاهلي ارسل عرض رسمي لاتحاد الجزائر وقال له عايز اللاعب بتاعك. فاتحاد العاصمه قال لك لا ده انا عايز كام؟ مليون دولار. الاهلي اتجه لكسر العقد اللي حوالي 800,000 دولار او 850,000 دولار. المهم ان النادي الاهلي خلاص هيخلص الموضوع ده خلال الايام اللي جايه عشان يصبح زين الدين بالعيد هو اولى صفقات النادي الاهلي. طب مين تاني الاهلي بيفكر في التعاقد معاه؟ قلت لك يوسف ايمن لاعب الدحيل، الراجل اللي معاه الجنسيه القطريه والجنسيه المصريه، هيكون تاني صفقات النادي الاهلي. النهارده احمد شوبير او كابتن احمد شوبير طلع وقال لك خلاص اللاعبين موجودين في النادي الاهلي، واحنا قلنا قبل كده ان اللاعبين دول مخلصين في النادي الاهلي بنسبه 99%. فعشان كده هقولها لك تاني، انت لو مش متابعني فايتك كتير جدا، والخبر اللي احنا بنقوله بنتحاسب عليه ان شاء الله تكون اخبارنا كلها موثوقه. والخبر الثاني اللي انا جاي اكلمك فيه ان انا قلت لك من فتره ان في خناقه دايره على محسن بريكا. الاهلي والزمالك داخلين في الصفقه، لكن جاي اقول لك حاجه مهمه. الزمالك تقدم على النادي الاهلي في التفاوض مع محسن بريكا، وهقولها لك من دلوقتي وتعالى حاسبني عليها. ان شاء الله محسن بريكا هو مهاجم نادي الزمالك الفتره الجايه، وهقول لك كلام كتير لان الاهلي دخل مع اكتر من لعيب اهمهم كانوتيه ومحسن بريكا، لكن اتجهت انظار النادي الاهلي للتعاقد مع كانوتيه عشان نكون متفقين في النقطات. المهاجم الايفواري يعتبر قرب قوسين او ادنى من انه يخلص ويصبح لاعبا في النادي الاهلي. ليه؟ لان الاهلي خلاص استقر بنسبه فوق المليون في الميه انه خلاص عدم التجديد مع موديست، اللي انا قلت لك في الفيديو اللي فات ان موديست فاضل له 30 يوم ويمشي، والاهلي النهارده استقر على عدم التجديد لموديست، فيصبح موديست من اول الصفقات الراحله على النادي الاهلي. والاهلي بيكثف المفاوضات مع كانوتيه عشان يلبس كانوتيه تيشيرت النادي الاهلي ويصبح مهاجم النادي الاهلي مع وسام ابو علي في الفتره الجايه وفي بدايه الموسم اللي جاي. بص يا سيدي، بالنسبه للزمالك وقصه اشرف بن شرقي اللي دايره في السوق ده والناس كلها عماله تتكلم لا مش جاي احمد سليمان، كابتن احمد سليمان محترم يقول لك لا مش جاي. انا بقولها لك وقلت لك اكتر من مره، اشرف بن شرقي لن يلعب في مصر الا لنادي الزمالك، وقلت لك ان الزمالك مخلص كل الحاجه مع اشرف بن شرقي. المشكله في وكيله اللي طالب 2 مليون دولار. الزمالك بيحاول يخلص صفقه باقل من كده اللي هو 1,800,000 دولار. فان شاء الله الزمالك قرب قوسين او ادنى، وبعد ما اقول لك الحته ديت اعرف ان الزمالك خلص مع اللاعب، فاضل بس حاجات بسيطه او وطوش بسيطه. فانا بقولها لك وما تقلقش وخدها عندك واضمني في الحته دي. اشرف بن شرقي في بدايه الموسم الجديد بنسبه تتعدى 99%، وما تسمعش من حد، لان انا دلوقتي اشرف بن شرقي الزملكاوي. دلوقتي بقى عشان تكون عارف وتكون في الصوره ومحدش يضحك عليك، الزمالك ما عادش ادارته زي الادارات اللي فاتت اللي بتطلع تتكلم وتقول حاجات كتير، لكن الاخبار اللي احنا بنجيبوها او الناس اللي بتطلع اخبار الموثوقه بس اللي بتنزل فيديوهات بتجيب لك اخبار بالحتحوته، لان مجلس اداره نادي الزمالك مقفل الدنيا في حوار الصفقات. لكن في اكتر من لعيب معروف انه مضى في نادي الزمالك، والزمالك في بدايات الموسم اللي فات او لما جه مجلس اداره نادي الزمالك الجديد برئاسه كابتن حسين نبيل مضى انا بقول لك 90% من لعيبه الدوري المصري، وخدها قاعده وهتعرف الكلام ده قدام. في اكتر من لعيب مضى في الزمالك زي اكتر من لعيب ممكن اقول لك، بس مش عايز نتكلم في موضوع الصفقات دي قدام، لكن هقول لك الفترات الجايه اكتر من لعيب في الدوري المصري مضى لنادي الزمالك، في اكتر من لعيبه كتير قوي. لكن هقولها لك ودي خدها من طرف المعلقه زي ما بيقولوا. مصطفى فتحي
تاني صفقات نادي الزمالك بعد اشرف بن شرقي. الزمالك خلص مع اللاعب خلاص، مصطفى فتحي مضى في نادي الزمالك. المشكله ان الزمالك لسه هيكلم بيراميدز عشان بيراميدز يسيب مصطفى فتحي، لكن المشكله ان بيراميدز ممكن يعصلك شويه، لكن بسبب التفاهم بين مجلس اداره نادي الزمالك ومجلس اداره بيراميدز ان شاء الله مصطفى فتحي هيكون لعيبه النادي الزمالك. عندك اللعيب اسمه ايمن مكه ولا احمد مكه اللي بيلعب في الجونه ده اخر من ضمن صفقات نادي الزمالك. لكن هل هيجي او مش هيجي انا بقول لك الحته دي ما اعرفهاش، لكن الزمالك بيتجه الفتره الجايه انه يختار لعيبه كلاس ايه، لعيبه محترمه، لعيبه تقدر تشيل فريق، عشان عنده السنه الجايه تحدي جديد ان الزمالك يحصل على كل البطولات السنه الجايه. فانا بقول لك التدعيمات المره دي غير اي تدعيمات ممكن تشوفها لاي مجلس اداره مسك نادي الزمالك قبل كده. الناس النهارده بتشتغل بفكر جديد بتخطيط جديد، عايزين لعيبه على مقدار نادي الزمالك، لعيبه تقدر تشيل التيشيرت بتاع نادي الزمالك. فوالله العظيم ثلاثه في نهايه الموسم اللي يبقى عندك صفقات كلاس ايه الزمالك هيفاجئ بيها جمهور، وانا وانت والدنيا مش بعيده قوي، خلاص بدايه الموسم فاضل على ايه؟ شهرين 3 4 وهتشوف اللي بقول لك هيتحقق ولا لا. وانا قلت لك قبل كده ان في صفقات مخلصه مع نادي الزمالك وان شاء الله بنسبه 99% في الزمالك، زي احمد ياسر ريان. انا قلت لك قبل كده ان الزمالك مخلص معاه، فاضل بس انه يخلص مع السيراميك، وده امرها محلول جدا عشان تبقى عارف. الاهلي بقى اللي السنه دي شكله عنده ضروب في الصفقات. هتقول لي ليه؟ هقول لك بسبب ان خلاص عندك اكتر من لعيب ماشي زي مودست احنا قلناه. المشكله مش في الراحلين، المشكله في اللي راجعين من الاعاره، زي القندوسي اللي فيه مشكله واضحه جدا بينه وبين مارسيل كولر اللي وافق على رحيله من البدايه. فانا جاي اقول لك ان في مشاكل بين كولر والقندوسي، والمشكله الكبيره في كريستو اللاعب اللي الاهلي يعتبر مزعله جامد، لان اللعيب ده من احسن اللعيبه اللي تعتبر في افريقيا، لان المواهب الصاعده طبعا مش بنتكلم عن اللعيبه اللي الاهلي يعتبر انا مش عارف علامه استفهام كبيره ان لاعب زي ده ما يلعبش ليه في النادي الاهلي او بياخد فرصه. كل اللعيبه اللي مع مارسيل كولر خدت فرصه الا كريستو. ليه؟ اللي رد على الاجابه دي لمارسيل كولر نفسه مش لاي حد. وانا الفتره الجايه لما اتاكد لك من اللعيبه اللي مضت رسميا والزمالك قرب منه يخلص مع انديتها هطلع اقول لك، مش هكدب عليك يعني ولا اضحك عليك، لكن هقول لك اللعيبه اللي في الزمالك. انا ممكن اقول لك ازاي خلص مع فلان ومع علان ومع تيتان، وانا قلت لك قبل كده ان ازاي مخلص مع اكتر من لعيب، لكن هل الزمالك هيجيبهم؟ طبعا ترجع لوجهه نظر فنيه. جروس هو اللي يقول عايز اسف جوميز هو اللي يقول عايز ده او مش ده، لكن زي ما قلت لك الزمالك مضى 90% من لعيبه مصر، والله هو هيتحاسب عليها قدام، لكن اللعيب اللي الزمالك عايزه هيجيبه، لان قلت لك السياسه اتغيرت. في لعيبه انا قلت لك قبل كده من بيراميدز، قلت لك مصطفى فتحي او مصطفى فتحي واحد فيهم خلص نادي الزمالك. انا قلت لك النهارده ان مصطفى فتحي خلص بنسبه 90% في نادي الزمالك وهيتحاسب اخر الموسم. فما تسمعش كلام اي حد والناس طالعه تلم فيديوهات وتكلمك على حاجات ياما. الزمالك كمان دخل في صفقه محمود صابر وعايز يخلص الصفقه دي باي طريقه، لكن في مشكله بتواجه نادي الزمالك. محمود الاسود اللي مضى من نادي الزمالك في يناير، والزمالك مخلص مع اللاعب ومخلص مع ناديه، يعني الزمالك لو عايز محمود الاسود بنسبه 100% محمود الاسود مش هقول لك بقى لسه هيتفاوض، ده مخلص كل حاجه، بص ناهي كل حاجه. لكن المشكله ان اللاعب هيتأيد تحت السن ولا مش هيتأيد تحت السن. المشكله في النقطه دي، لو هيتأيد تحت السن انا بقول لك متاكد منها محمود الاسود لاعبا في نادي الزمالك. لكن المفاوضات دلوقتي تاثرت شويه او كلام بين النادي واللاعب بسبب ان اللاعب ممكن يتأيد فوق السن، فالزمالك هيخسر مكان كده. فالزمالك لو ما تعاقدش محمود الاسود هيرجع المقدم اللي خده الموضوع ينتهي، لكن لو اتأيد تحت السن انا بقولها لك وخدها وحاسبنا على نهايه الموسم محمود الاسود لاعبا للنادي الزمالك. وانا كده وصلت ملخص اخبار حلقتنا. لو عجبتك الحلقه واول مره تشوفني يا عم ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، مش هتخسر حاجه والله. سلام يا سيدي.